أحداث الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة. دلال هتتحول وصدمة عن الملكة صفصف، ويا ترى سيف هيعمل ايه في اخوات دلال؟ وهل مي كساب هتستمر بعد ما خست؟ كل الجمهور منتظر عرض الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة، واللي من المتوقع انه يتم عرضه في السباق الرمضاني السنة دي، لكن لحد دلوقتي لسه ما حسموش القرار والكل مازال في الانتظار. الجمهور مشتاق لرنة معلقة جعفر العمدة، ويا سلام على لفة العباية على دراعه، ولا أجدعها معلم في الحتة، وحكاوي الملكة صفصف اللي بتفضل تعيد وتزيد فيها، وحكايات كتيرة عن جعفر العمدة مستنيين نسمعها السنة دي. بس يا ترى هيتم عرضه في رمضان ولا لا؟ يلا بينا نعرف كل حاجة عن جعفر العمدة الجزء الثاني بالتفصيل. طبعا كلنا شفنا نهاية الجزء الأول من مسلسل جعفر العمدة، واللي خلصت على إن جعفر عارف إن سيف هو ابنه، وواجه دلال بكل البلاوي اللي عملتها وسلمها للبوليس بإيده. وعايدة اللي جسدت دورها الفنانة زينة سافرت وسابت لجعفر البلد خالص. وطبعا كلنا شفنا اخوات دلال وهم بيتقبض عليهم، وبكده كان خلص الجزء الاول. يا ترى ايه اللي هيحصل في الجزء الثاني؟ متوقعين ان دلال هتكمل باقي حياتها في السجن بعد ما ثبت عليها ان هي اللي اتفقت مع بلال شامة علشان يخطف ويخلص على ابن جعفر، وهي اللي خلصت عليه قدام اخواتها علشان سرها يموت معاه، وهتبقى كبيرة العنبر بتاعها، وهتخلع قناع البراءة والطيبة وهتظهر بوشها التاني. وجعفر هيزورها في السجن وهيسألها ليه عملت فيه كده هو وسوريا، وبيوعدها انه هينتقم منها وهيحرمها من كل الدنيا زي ما حرمته من ابنه 19 سنة. وهيظهر سيف وهو بقى راجل وملو هدومه وبقى معلم الحتة مع جعفر، وبيساعده في كل كبيرة وصغيرة. وسيد هيفوق لنفسه وهيتجوز واحدة تانية لايقة عليه، وهيعيشوا في تبات ونبات. جعفر هيكتفي بانه يعيش مع سوريا وسيف ومش هيفكر في الجواز تاني خالص، وهيعيش لأمه وابنه ومراته بس في تساؤلات كتيرة بيسأل عنها الجمهور. يا ترى مي كساب هينفع تظهر في الجزء الثاني وتكون ام سيف بعد ما خست قوي بالشكل ده بقى شكلها، ولا اللي عندها 20 سنة، ولا هيتم تبديلها بممثلة تانية؟ ويا ترى ممكن تكون مين؟ وكذلك الملكة صفصف، هل هتكمل الجزء الثاني ولا هيتم تبديلها بممثلة تانية؟ وليه في احتمالية انها ممكن تتبدل بممثلة تانية؟ الفنانة هالة صدقي كانت قالت قبل كده خلال استضافتها في برنامج منى الشاذلي انها ادت كل طاقتها وكل حاجة ممكن تديها في دور الملكة صفصف الجزء الاول، وما تفتكرش انها ممكن توافق على انها تظهر تاني في الجزء التاني. ومن فترة كلام كتير انتشر ان الفنانة صفية العمري هي الممثلة البديلة لهالة صدقي في الجزء التاني من جعفر العمدة، وهتقوم بدور الملكة صفصف. بس كتير من الجمهور كان ليه رأي تاني، وشايفين ان لو الفنانة هالة صدقي مش هتظهر في الجزء التاني يبقى ممكن السيناريو يمشي ان الملكة صفصف ماتت، لانهم شايفين ان مفيش حد هيقدر يعمل الدور احسن منها. ولكن هل مصير المسلسلات حسموا فعلا هيتعرض ولا ايه؟ اقاويل كتيرة متضاربة الفترة اللي فاتت عن مصير المسلسل. البعض شايف ان لسه مفيش قرار نهائي، وان الموضوع في ايد المخرج محمد سامي، ولسه مفيش كلام رسمي على لسانه لحد دلوقتي. لكن انتشرت اقاويل تانية ان المسلسل تم تأجيله لرمضان 2025 علشان مفيش وقت كافي لكتابة سيناريو قوي مضمون نجاحه بعد نجاح الجزء الاول من جعفر العمدة. وفي نهاية الفيديو قول لنا رأيك، تفتكر مي كساب ينفع تكمل الدور بعد ما خست ولا لا؟ ومين ممكن تكون ممثلة بديلة لهالة صدقي في جعفر العمدة 2؟